السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا نزلت السوق النهاردة، لقيت بتاع فراخ بيبيع الفرخة ب50 وب60 جنيه. جبت فرختين، قلت ابحبح بقى على العيال شوية، مع اننا اخر الشهر. مسكت الفرختين وعملت لهم شوية صينية بطاطس بقى وحبة ملوخية وحاجات كده من اللي قلبكم يحبهم. ومسكت الفرختين بقى بالليمون والملح والدقيق وغسلتهم كويس جدا، ورحت جبت بقى حضرت التوابل بتاعتي. طبعا انتوا عارفين التوابل: فلفل اسمر وحبهان، ما كانش عندي مستكه بصراحه، وحبهان، ورق لوري، وشويه ملح. الفراخ بيتحط لها في السليق شويه ملح. وطبعا حطيت قالب شوربه دجاج، قلبين كمان مش قالب، وبصلايه، وممكن بطاطسايه، بس انا كانت البطاطس عندي قليله. بتحطيها في الشوربه كده، تقشريها وتحطيها، فبتاخد اي زفاره او اي حاجه، بتبقى حلوه جدا. ومسكت بقى، كنت جايبه نص كيلو ملوخيه وقطفته وخرطته وحطيته في الحله، وحطيت عليه فصين توم نيين. وهنا الشوربه بقى لما الفراخ استوت، رحت حاطه الشوربه بتاعتي على الملوخيه واحطها بقى على النار. ما يعمل بقى يا دوبك تفور كده، واروح منزلاها، وبكون محضره بقى التوم بتاعها، وعليه كزبره ناشفه ومعلقه سمنه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا بقى هقلب، هحط التوم بتاعي على النار. وهنا الفرختين بقى، بصوا، زغالين حمام مش فراخ، حاجه كده رخيصه وعلى قدنا. وكنا كمان كان احنا كده اخر الشهر، مفيش حد معاه فلوس، بس انا قلت فرصه ان الفراخ ب50 جنيه، الفرخه بينادي عليها. جريت بقى يا حبايبي بقى، جريت، خدت بعضي ورحت جاريه جايبه فراخ. وانا طالعه بقى الناس شايفاني: انت جايبه فراخ يا ام احمد، انت جايبه فراخ يا ام احمد. وانا طالعه بقى مبسوطه بقى ومبينه الفرختين. هنا بقى طبعا مسكت التوم وقليته وحطيت. اشهقي يا اختي بقى، معلش انا مش هقتلكيش، اشهقي انت بقى للملوخيه. انا مش عارفه ايه معنى الشهقه دي. هنا خلصت الملوخيه بتاعتي، وطبعا البطاطس بتاعتي برضو خلصتها. وهنا الرز اهو. وصينيه البطاطس بعد ما غديتها غلوتين على النار، حطيتها في الفرن.